اشاره جات لنا من المركز، عايزين ست نعمه ضروري. عايزين انا؟ ايوه يا ست نعمه. ليه، في ايه يا نعمة؟ مش عارفه. حاجة غريبة. هيكون في ايه يعني؟ خير يا رب. على العموم يلا بينا. اهلا محمود بيه. اهلا بيك يا حضرة المأمور. خير. خير ان شاء الله. خليل عبد المجيد البحيري قريبكم مش كده؟ ايوه، ده يبقى ابن اخت واحدة معرفة الست. ماله؟ في حاجه؟ صدر له امر افراج من السجن بعد ما قضى نص المده، والله بركه. والمفروض يخرج من السجن ويترحل علينا هنا في المركز، وهو قال ان اسرته مقيمه مع السيده نعمت في مزرعتكم. مظبوط يا حضره المأمور. عشان كده طلبنا حضرتك وهناخد اقرار انه مقيم عندكم، لانه هيفضل تحت المراقبه 3 اشهر. طبعا. هي كانت قضيه بسيطه كده، انما خليل كويس قوي قوي وابن حلال. طيب احنا نقدر نخلص الاجراءات امتى؟ دلوقتي لو حبيته، عشان يقدر يطلع بكره. كويس قوي انهم رصفوا الطريق ده، بس بقى محتاج لشوية شجر على الجنبين، ولا ايه؟ ايه يا نعمة، مالك ساكتة ليه؟ ما انت عارف يا سي محمود ان الواد كويس، اللي دخله السجن طش شباب. ظروف اللخبطه اللي كانوا فيها بعد ما بعدت انا عنهم هي السبب. الواد ده واد. انا عارف كل ده يا نعمة، ومقدر كل اللي انت هتقوليه واكتر، بس الناس ليها الظاهر. هيقولوا ابن اخت الست خريج سجون، وانا عايز احافظ عليكي، مش عايز حد يجيب سيرتك بحاجة وحشة. انا قلت بقى يمكن مستعر مننا. استعر منك ازاي بس يا نعمة؟ حتى لو كانوا كلهم وحشين، انت مالك ومالهم؟ لا، هم مش وحشين، دول كويسين قوي يا سي محمود. خلاص يا ستي، هم كويسين قوي، وانت ما تتضايقيش، وكمان ما تكشريش، ولازم تعذريني في اللي قلته.